أول شيء أضيف البهارات والملح على مكعبات الدجاج ونخلط. أول شيء حمست بصل لين يذبل، وبعدها أبدأ أنزل الدجاج. أول شيء إذا وصل الدجاج نصف استوى أضيف الفلفل الرومي والطماطم. أضفت مكعب ماجي وفصين ثوم مبشور وأضيف معجون الطماطم. كذا استوت طبختنا وصارت جاهزة. تبارك الرحمن. وأبدأ أحشي تورتيلا. بالنسبة للحشوة مايونيز أو ثومية وبطاطس وجبن شيدر وخس حسب الرغبة إذا تبون خس. وكذا حطيتهم على الصاج إلين ما تتحمر بتصير مقرمشة. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا قالب تورتيلا دجاج تقدرون تسوونه بالبيت بمكونات سهلة ولذيذة. ما شاء الله تبارك الرحمن.